السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومكملين جولتنا في الوكالة واكتشاف الاماكن الجميلة في الوكالة وكمان البراندات يا بنات. النهاردة بقى انا مصورة لكم عند اول شارع الجلاء كده، وكان في البلوفرات دي ب150 جنيه. كان في بقى منه الكارديهات وفي منه البلوفرات البيزك وفي منه الموهير والتريكو وكمان الحاجات اللي هي الهاند ميد. الحاجات دي موجودة اول شارع الجلاء، ودي كانت اسعارها 150 جنيه يا بنات. وكان في ستاندين كده جنب بعض، فيها بقى اشكال والوان، كل اللي انتي هتبقي عايزاه موجود هنا. كان في تشكيلة كبيرة جدا من الكارديهات، عجبني اوي الكاردي ده، كان شكله شيك جدا. وطبعا اي كاردي في المحل طبعا انتوا عارفين بكام يعتبر هنا، بربع التمن يا بنات. والسويت شيرتات دي كمان كانت شكلها حلو. بصوا الكارديهات دي يعني ده لحد ما تحسي برضو ان هو مش قوي. بصوا ده كويس جدا. الحاجات الفرو دي بتبقى حلوة قوي، والحاجات المهير والحاجات الهاند ميد تبقى شيك قوي قوي في اللبس. بصوا بقى هنا ب150 جنيه وهما كانوا 4 5 ستاندات كده جنب بعض. هنا بقى ب25 جنيه البناطيل دي. كنت مصوره لكم شويه من البناطيل، بس كانت في بنت كنت مطلعاها في الفيديو، معرفتش بصراحه ان انا اشيلها من الفيديو، فقطعت المقطع بتاع البناطيل. ما بحبش اصور البنات وهما بيشتروا، خصوصيه ما ينفعش اصلا حد يعني يطلعهم، وحتى لما بيطلعوا غصب عني بحاول قد ما اقدر يعني اخفيهم. هنا بقى البلوفرات والحاجات اللي هي البيبيهات دي من اول 6 شهور لغايه 11 سنه هتلاقي بقى حاجات هنا كده. اللبس ده كان كويس، كان فيه معظمه بصراحة كان حاجات كويسة. يعني بصوا السويت شيرت ده كان تقيل وشكله حلو جدا ولونه كمان جميل، لونه كده بيبلو حاجة كده حلوة قوي. هنا بقى ب55 جنيه يا بنات، وكان فيه بقى بلوفرات وشورتات شورتات جينز وجيبات وبناطيل ميلتون وحاجات كده حلو. بصوا بقى البناطيل دي، بناطيل ميلتون دي كانت موجودة برضو في الوكالة. شايفين يا بنات الخامة بتاعتها جميلة. بصوا اللي هي الجينز ده كان موضة، اللي هو اللي طالع موضة، اللي هو اللي فيه كده استك من فوق، حلوة قوي، ممكن بقى يتلبس كده في الشتاء، خطير. بصوا كمان السويت شيرتات دي كانت تحفة برضو. بصوا كمان ده الكبير منه، الحاجات دي كانت ب50. تعالوا نبص بقى على البناطيل الجينز اللي ب200. في منه اللون البيج وفي منه اللون الجينز الفاتح الايس، وكان في منه اشكال يا بنات الكارجو والستريت واي حاجه من هنا ب200 جنيه. ب200 جنيه اي حاجه من هنا. وكان في منه كمان الوان، كان في منه البيج وفي منه البيبي منت ده، وفي منه الزيتي والاسود وفي منه الايس وفي منه كمان مقاسات. اي حاجه من هنا ب200 جنيه. وانا هنا كنت في اخر شارع الجلاء رايحه على شركه الكهرباء. شايفين بقى انا خرجت على ايه؟ اهو يا بنات شركه الكهرباء وورايا الكشك. بديكوا علامات مميزة يا بنات عشان تعرفوا توصلوا. بصوا البناطيل دي واسعة وفي منها مقاسات واسعة كمان. واي بنطلون من هنا ب200 جنيه، وفي منه كمان اللي هو الشكل ده مش كله ستريت، لا في اشكال، في منه اللي هو الباجي ب200 جنيه. يبقى انا كده وريت لكم اتنين، واحد واقف في اخر الشارع الجانبي اللي هو يوديكي على شركة الكهرباء، وفي واحد واقف يعني وراه الكشك بتاع الصحافة. شايفين يا بنات انا واقفة فين؟ اهو. هنا بقى البلوفرات دي كانت برضو اشكالها وكتيرة جدا. وبصوا طول ما انتوا ماشيين هتلاقوا الاشكال دي موجودة كتيرة جدا في الوكالة، وطبعا بمختلف الاسعار. شايفين؟ الحتة دي سهلة قوي قوي انكم تروحوها. ممكن اي مواصلة مودياكم رمسيس روحوها يا بنات، هتلاقوا الوكالة موجودة. او ممكن تنزلي محطة جمال عبد الناصر، تمشي كده عند صيدلية الإسعاف، تمشي الشارع بتاع الجلاء، أو تمشي شارع 26 يوليو، هتلاقوا شركة الكهرباء. عايزين تعرفوا توصلوا للمكان ده اسألوا فين شركة الكهرباء، جنوب القاهرة. الناس كتيرة جدا هيدلوكوا. هتلاقوا بقى الشتوي وهتلاقوا الصيفي، وهتلاقوا الأسعار كده موجودة على كل ستاند، تنقي براحتك أي حاجة من هنا. بصوا حاجات طويلة، اللي عجبني هنا ان هو حاجات طويلة، ممكن بقى تلبسيها على بنطلون واسع، ممكن تلبسيها على جيب. الحاجات دي موجودة اهي في الوكالة ب50 جنيه يا بنات. تصفيات الصيفي بصراحة كانت معظم الحاجات اللي كان في الستاند ده كانت براندات، مش حاجات كده خلاص. يعني بصوا ده كان من ماكس وواسع وجميل وشكله حلو، والبلوزات كمان كانت خامتها حلوة وتقفيلتها كمان حلوة.
يا ريت لو وصلتي معايا لغايه هنا وعجبك الفيديو ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش ان اللايك بتاعكم ده هو اللي بيفيدني وبيخلي عدد كبير من البنات يشوف الفيديو ويستفادوا. كده انا وريت لكم البناطيل الكارجو والبناطيل الستريت، وريت لكم اتنين بياعين موقفين في الوكالة، اسعارهم كويسة ب200 جنيه يا بنات. اللي هو اول واحد اللي هو على الشارع الجانبي، والتاني واحد اللي هو عند شركة الكهرباء. بعيد عليكم الحاجة يا بنات عشان تعرفوا توصلوا. بصوا بقى دلوقتي الكوتشات دي بكام؟ الكوتشات دي ب65 جنيه. اي كوتش من هنا ب65 جنيه. بصراحه كانت اشكال والوان وحاجات كده حلوه قوي قوي قوي، كله ابيض بس اشكالهم حلوه، اللي فيه حاجه كده ستراس وكان فيه لبني، بصراحه تحفه تحفه وتقفيلتها حلوه قوي. وهنا كانت ب65 جنيه، كانت لقطه. هنا بقى كل شنطه وليها سعرها. والشنطه السودا دي كانت ب200 جنيه، وبرده كانت واسعه من جوه كده، وفي حزام كده جميل خالص ستان وشكله حلو جدا. وهنا بقى بصوا ده جميل خالص، اللي هو اللي فيها زي ماركة تشانل كده، دي كانت ب240. بصوا البيج اللي انا بوريها لكم دي يا بنات كانت ب180، وفي منه تشكيلة كبيرة وزي ما انتوا بقى شايفين كده على الفرشة بتاعته، وكل حاجة وسعرها. تعالوا هنا بقى اللبس البيبي بقى حاجة كده واو. عجبني قوي لبس البيبيات، عنده حاجات دي بتلبس مثلا شهور، حلوة قوي، فرو كده وجميل. اي حاجة من هنا ب85 جنيه يا بنات، وفي منه طبعا اشكال والوان، وزي ما انتوا شايفين كده عجبني قوي، ده حلو جدا. الارنوب ده كان شكله حلو قوي، حاجات كده بناتي جميلة. وبصوا كمان في منه اللي هو الفرو اللي عامل زي المولار ده، وفي منه كمان الميلتون. هوريكم ده وهوريكم ده. بصوا بقى ده الميلتون، دي كانت الاشكال بتاعته برضو بناتيت كده حلوة جميلة. 85 اهو. بص في فيونكة كده خطيرة شكلها حلو. كل اللي هنا شهور، يلبس لغاية سنة ونص سنتين، بس مفيش اكبر من كده. وهو كان لسه بيفرق، فقلت ارجع له، بس بقى ايه الدنيا اتزحمت فمشيت. هنا بقى بصوا بقى الاستوكات اهي ب100 جنيه. شايفين السوربتات دي بحاجات براندات من ماكس واتش اند ام يا بنات. وريت لكم المحل ووريت لكم المستورد اهو. وبصوا بقى كمان الجواكت دي حلو قوي، لابس 5 6 سنين. وده برضو زي ما قلت لكم كده ب100 جنيه. اي حاجه من اللي انا بوريها لكم دي ب100 جنيه. وهنا برضو لسه في نفس الصف بتاع الباب اللي هو شركه الكهرباء يا بنات، في نفس الصف، ما روحتش كده ولا كده. شايفين واخده لكم الحاجه بالترتيب، كانكم انتوا اللي نزلتوا كده واتفرجتوا على الشارع وعملتوا جوله في الوكاله واتفرجتوا على كل حاجه. هنا بقى كان فرش ملابس داخليه رجالي، وصورت لكم بقى عنده قبل كده بالتفصيل يا بنات، ارجعوا للفيديو ده. وهي نفس الاسعار، كنت لسه مصوره لكم عنده. تعالوا بقى نبص هنا ب35 جنيه البلوزات دي، بلوزات حريمي صيفي، تصفيات الصيفي يا بنات. بصوا بقى البلوزات كارديهات وتيشيرتات قطن وبلوزات كده جميلة. ممكن بقى التيشيرتات دي تاخديها تلبسيها تحت شميز جينز ولا حاجة. الحاجات دي بتبقى خطيرة جدا كده في الصيف. زي ما قلت لكم كده بتبقى عايزة ايه، وعايزة طول الوقت تدوري على الحاجات دي عشان تعرفي توصلي للحاجة الكويسة المرضية ليكي، وكمان عشان متضيعيش وقتك ومجهودك تروحي على أماكن موثوق فيها. يعني زي ما أنا كده بوريكم، يعني مثلا البناطيل الجينز دي أنا وريتلكم هي موجودة فين، ووريتلكم علامة مميزة كمان. بوريكم دايما البياعين اللي أسعارهم كويسة عاملين عروض. الحاجات دي تابعيها وانزلي عليها على طول عشان ما تتعبيش وتلفي الوكالة من أولها لآخرها. وساعات بنات بتنزل وما بتلاقيش حاجات، يعني ساعات بيقولولك لما ننزل وندور بس ما بنلاقيش الحاجات دي. طبعا الوكالة كبيرة أوي أوي، فانت لو خدتيها من أولها لآخرها وبتدوري على حاجة انت يعني عايزاها وكده، ممكن ما تعرفيش توصلي. وعشان كده بنسهل عليكم الدنيا ان انتوا تروحوا على مكان كويس، اسعاره كويسة، تدوري فيه احسن ما تدوري في وكالة كأنها كانت بتدوري على ايه، ابرة كده طول القش. لان الوكالة بتعمل زيارات الاستندات والله يا بنت من اولها لاخرها استندات هدوم كتيرة اوي، فرز اول فرز تاني فرز تالت، براندات وستوكات وبنات وحاجات كتيرة اوي. يا رب الجولة النهاردة تكون عجبتكم. متنسونيش في اللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومتنسوش ان اللايك بتاعكم ده هو اللي بيفيدني ان يخلينا كتير من البنات يشوفوا الفيديو
تمام.